لسه متخرج جديد ومش عارف الخطوه الجايه ايه، محتار تكمل دراسات عليا ولا تدور على شغل ولا تتعلم مهاره جديده تجيب منها فلوس. تعال اقول لك على مهاره مطلوبه جدا في سوق العمل، ممكن مرتباتها توصل ل $1000، وهي بكل بساطه انك تدرس البيانات وتطلع منها معلومات مفيده تساعد الشركات انها تاخد قرار. وطبعا المهاره دي هي تحليل البيانات. الشركات بتستخدم تحليل البيانات عشان تعرف ايه المنتجات اللي الناس بتحبها وتشتريها اكتر، وكمان بتقدر تحدد افضل الطرق اللي بتستخدمها في التسويق وافضل الاوقات اللي تبيع فيها المنتجات. في ادوات كتير ممكن تستخدمها علشان تسهل عليك الشغل، زي الاكسل والباور بي اي والسيكوال، واللي بتساعدك انك تحول الارقام لرسوم بيانيه وتحط تقارير مظبوطه تفهمها وتطبقها الشركه بكل سهوله. الاحصائيات بتقول ان الطلب على محلل البيانات هيزيد 15% خلال ال5 سنين جايين، يعني فرص الشغل كل يوم بتزيد، ومش في مجال واحد بس. تحليل البيانات بيفتح لك فرص في مجالات كتير زي التسويق والرعايه الطبيه والتمويل. ميزه المجال انك بتتعلم الاساسيات في شهور قليله وبتبدا الشغل بسرعه، مش محتاج سنين من دراسه. المهم انك تتعلم صح. دلوقتي القرار في ايدك، تتعلم مهاره وتجيب منها فلوس ولا تكمل في دوامه التشتت اللي انت فيها.